ازيكم يا جماعه. بصراحه انا كنت متردد شويه ان انا اعمل الحلقه دي لان كتبتها بقالي فتره وكنت متردد اتكلم فيها، لكن كنت دايما بسال نفسي عن الوحده. حاولت ان انا اجمع كل الاسئله وكل الكلام في الحلقه دي، فممكن زي ما احنا متفقين ان لما ببقى قاعد هنا ببقى بتكلم عن الكتب، ولما بقعد هنا بتكلم في اي حاجه انا حاسس بيها. فانت ممكن تشغل الحلقه دي وتسمعها في الباك جراوند، ممكن تسمع منها حاجه تنور فكره عندك هي ما كانتش موجوده. دايما كنت بسال نفسي ليه ممكن يبقى حوالينا ناس كتير لكن احنا مش مبسوطين، ممكن يبقى حوالينا اصحاب كتير لكن دايما احنا حاسين بفراغ جوانا، ليه دايما بنحس اننا غرباء حتى وسط ناس احنا بنحبهم. الوحده مش بس غياب الناس اللي حوالينا، الوحده ممكن تكون ان احنا مش حاسين باتصال حقيقي مع الناس اللي حوالينا سواء كانوا اصدقاء او شركاء حياه. بتحس انك دايما مختفي ومحدش شايفك او مش حاسس باتصال حقيقي مع الناس اللي حواليك. ايه هي الوحده؟ طيب هي شعور واحد ولا اكتر من شعور؟ طب ليه بقينا معظمنا حاسس بالوحده اكتر من اي وقت فات؟ في الحلقه دي هنتكلم عن كل ده. الوحده زي ما قلنا مش بس مجرد غياب الناس، انت ممكن تكون حاسس بالوحده وانت قاعد في وسط قعده صحاب انتوا كلكم بتضحكوا بس انت حاسس بوحده. ممكن تكون وسط زحمه وناس كتير لكن انت ما زلت حاسس بنفس الوحده. واعتقد ده ناتج من شعور الانسان من البدايه انه قادر يعمل كل شيء لوحده، وبقت لغه العصر الموجوده ان انا قادر اعمل كل حاجه، وان اكتفي بنفسك ونفسك اولا، والحاجات اللي بقت منتشره الفتره دي، وان الانسان ما بقاش متقبل ان احنا عايشين في جماعات وان احنا لازم نساعد بعض. فبقى سمه العصر او النغمه الموجوده حاليا هو الاعتماد الفردي فقط. ولكن في حاجات بتبقى مرعبه بالنسبه لناس كتير، هو انك مثلا ان شخص يبقى يفتح موبايله ويكون منتظر رسائل معينه من اشخاص او رسائل معينه من شخص معين وما يتبعتلوش، او ان هو يبقى بيتكلم مع صديق والصديق تكون ملامحه جامده مش متفاعل مع كلامه، فبيحسس الشخص اللي قدامه ان هو مش متشاف او ان كلامه ملوش صدى على اللي قدامه. فالحاجات دي هي بتعزز شعور الانسان بالوحده اكتر. في الحلقه دي هوضح ده من خلال كتابين. الكتاب الاولاني وهو الانسان يبحث عن معنى للكاتب فيكتور فرانكل، واعتقد انا اتكلمت عنه في حلقه قبل كده، وان الكتاب بيوريك ان رغم كل الالم اللي انت متحوط بيه ورغم كل الوحده اللي انت متحوط بيها فانت ازاي تلاقي معنى وسط كل ده. والكتاب الثاني هو فلسفه الوحده للكاتب لارس فيندسون، هو يعني واحد من افضل الكتب اللي انا قرأتها مؤخرا، وهو بيناقش ان ليه الوحدة اصبحت اكثر شيوعا في العصر ده. الوحدة مش بس شعور واحد ولكن هي عبارة عن كتلة من المشاعر، سواء الخوف سواء القلق او الشفقة على الذات، وكأن فيه لوم مبطن طول الوقت بين الانسان ونفسه. قد تبدو الوحدة هي نوع واحد فقط، ولكن الوحدة هي أكتر من نوع، زي الوحدة العاطفية وهي إحساسك طول الوقت إن قلبك بعيد عن أي معادلة تماما، زي بيت مهجور. يعني كم مرة حسيت بالسعادة وما كانش فيه شخص تشاركه، وكم مرة حسيت بالحزن وحسيت إن أنت محتاج تتكلم لكن مش بتتكلم عشان مش لاقي شخص يفهم كلامك، أو مش لاقي شخص ممكن يوصل له كلامك، أو مش لاقي شخص حتى يسمعك. الوحدة العاطفية هي مش بالضرورة تكون شخص أعزب، ولكن ممكن تكون شخص متزوج وعندك أصدقاء لكن شخصيتك الحقيقية مش متشافة وهويتك الصادقة مش مكشوفة ببساطة مع الناس. زي ما في مقولة جميلة سمعتها مؤخرا بتعبر عن الوحدة العاطفية، وهي إن مع الرفقة الخاطئة يمكننا أن نشعر بالوحدة أكثر مما نشعر بها بمفردنا. في نوع تاني هو الوحدة الاجتماعية أو الوحدة الظرفية، وهي إنك مثلا تكون قاعد مع ناس والناس دول مختلفين عنك، كلامك مختلف عن كلامهم، تفكيرك وحياتك مختلفة عنهم. أو الوحدة المرتبطة بظرف معين زي انتقالك من شغل تاني أو انتقالك من مكان انت عايش فيه لمكان تاني، أو حتى فقدان أو موت شخص عزيز عليك، أو حتى سفر شخص معين، فأنت بتحس بالوحدة للظرف ده وبالتالي بيسبب فراغ جواك من الناحية دي. او الوحدة الاجتماعية وهي الشكل الاكثر شيوعا، زي انك تبقى تميل للانسحاب من الحياة الاجتماعية، او انك مثلا تكون اجتماعي في حتة معينة بتفرض عليك نفسها، وفي المكان الاخر هو بتظهر هويتك الحقيقية وبتميل للانسحاب من كل الاجتماعيات الموجودة. فبتكون نتيجة لمحدودية التواصل مع الآخرين انك تفسر حاجات غير مقصودة على انها مقصودة، وده بيؤثر على حياتك بعد كده، ممكن يتطور لوسواس وممكن يتطور لاكتئاب. فالوحدة الاجتماعية هي الأكثر شيوعا والأكثر خطورة. ولكن خلينا نسأل السؤال المهم، ايه المخيف في الوحدة؟ المخيف في ان انا اكون شخص وحيد. الوحدة هي زي المراية بالنسبة للنفس على كل عيوبها، وممكن تكبر كمان العيوب، ولكن إذا أنست وحدتك
وصاحبت نفسك اكتر وتقبلت هفواتك واحلامك الغير محققة، هتتحول الوحدة المؤلمة بالنسبة لك لعزلة جميلة. ومن هنا هيجي الفرق بين الوحدة والعزلة. لكن العزلة والوحدة هما مختلفين تماما عن بعض، وده بينه قوي الفيلسوف الامريكي والالماني بول تيلش في مقولته ان من جمال اللغة الانجليزية ان هي فرقت بين لفظ الوحدة اللي هو loneliness للتعبير عن الألم والمعاناة، على عكس كلمة solitude للتعبير عن العزلة وإن عظمة أن تكون وحيدا، وإن العزلة بتكون زي كهف دخوله للتعبير والتفكير والإبداع، وإن معظم الفلاسفة والأدباء عاشوا العزلة وكانت سبب في إبداعهم، وإن نيتشه كان بيقضي شهور كتير في الجبال بس للتفكير والتأمل. أديب كبير زي نجيب محفوظ كان بيحب يتمشى في الشوارع ويتفرج على الناس وبيترجم الوحدة دي لأدب كبير كلنا قرأناه وكلنا بنحبه. أو مثلا شكسبير ألف رائعته الملك لير في الحجر الصحي من الطاعون. الفرق بين العزلة والوحدة إن الوحدة هي شيء مفروض عليك محاط بالألم، ولكن العزلة هي شيء اختياري. بيقول في كتاب فلسفة الوحدة إن العزلة الإبداعية قد تكون ضرورية في بعض الأحيان، ولكن إن لم تكن واعيا بتحكمك فيها فسوف تتحول إلى وحدة قاتلة. بالرغم من إن العزلة مرتبطة بالسكينة والهدوء، إلا إن معظم الناس بتخاف من فكرة الوحدة لأن هي مرتبطة بالبقاء وحيدا، وإن الوقت يمر والشخص ما يقابلش حد شبهه أو حد هو بيتمنى يكون معاه، إن الشخص يقابل حب حياته مثلا وما يلاقيش حد يشاركه فرحه. لكن في حاجة مهمة انت لازم تاخد بالك منها، هو خوفك من الوحدة ممكن تكلفك خسارة أكبر، وهو دخولك في علاقات سامة مع ناس مش شبهك، علاقات ما فيهاش صدق، ما فيهاش توافق روحي وفكري، وإنك تؤجل أحلامك وطموحاتك لوجود رفيق يشاركك الرحلة دي، أو حتى إنك تخاف إنك تعبر عن مبادئك وقيمك وحقوقك خوفا من إن الناس تبعد عنك أو إن الناس اللي حواليك يتخلوا عنك، سواء الناس دول أصدقاء أو أحبة. ولكن هقول لك حاجة، الأشخاص اللي لهم فرصة أكبر مع الانتهاء مع شريك حياة أو أصدقاء يشبهوهم هم الأشخاص اللي تصالحوا مع عدم وجودهم من البداية. الاستقرار بجانب شخص لا يشبهك ممكن يستمر لفترة على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل بيكون صعب جدا إنك تكمل مع شخص هو مش شبهك. فكرة وجود ناس كتير في حياتنا بشكل عشوائي لمجرد اننا خايفين من احساس الوحدة بيخلينا ناخد فترة اكبر لاكتشاف نفسنا، وبيخلينا نشوف الحياة والافكار بعيون الناس اللي حوالينا مش بس بعيوننا احنا، فبيخلينا نشوف نفسنا من خلال تقبلهم لينا ورضاهم عننا بس مش اكتر. ممكن تفهم من كلامي ان بقولك الوحدة جميلة، ولكن اساس كلامي هو صاحب نفسك، وان اسس بناء اي علاقة سليمة هي الأسس المبنية على المشاركة بينكم مش الاحتياج لبعض، وإنك لو ما حسيتش بالسعادة وإنت لوحدك مستحيل هتقدر تحس بالسعادة مع الناس اللي حواليك، وإنك لو ما استأنستش بنفسك أنت مش هتقدر تستأنس بالناس اللي حواليك. السوشيال ميديا بتدينا وهم بالترابط بيننا وبين بعض، لكن ممكن تخليك تتكلم مع الناس او تدينا وهم التواصل، لكن الدفء الانساني مستحيل هتديه السوشيال ميديا مع بعض. انحصارك بس في السوشيال ميديا بتلغيك تماما عن التواصل الانساني بينك وبين الناس اللي حواليك. فمغزى الكلام هو ان وحدتك هي وحدة روحك، مش بس وحدتك الاجتماعية، مش بس عدم وجود الناس حواليك. بصراحة بحب اقول لنفسي دايما ان انت لما تكون لوحدك وقاعد تكتب او حتى تقرأ او تسمع مزيكا او تتفرج على لوحة او تشوف فيلم، هو العمل ده هو نتاج وحدة فنان معين، وهو بيشاركك وحدته في الوقت ده، فهو بيشاركك الابداع اللي هو كان فيه واحساسه وكل تفاصيله، سواء هو في الزمن اللي احنا عايشينه او في زمن مختلف. فهو نتاج العزلة بتاعته الفن او الحاجة اللي انت مبسوط ان انت بتعملها دلوقتي. وبس والله اتمنى تكون الحلقة دي عجبتكم. هو كان كلام مش عارف ممكن تجمعوا منه حاجة او حاجة ممكن تفيدكم، ولكن اتمنى تكون الحلقة عجبتكم كالعادة. متنسوش طبعا لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتقولوا لي الحلقة عجبتكم ولا لا، وتحبوا اتكلم عن ايه برضو. بقرأ كومنتاتكم، وما تنسوش تعملوا لايكس بقى والحاجات دي، واشوفكم الحلقة اللي جاية. سلام.